فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أي ذنب أنت عملته مهما كان عظيم اعلم إنك ليك رب غفور ومستنيك ترجع وتتوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والاستغفار له صيغ كتيرة جدا، زي انك تقول استغفر الله او استغفر الله العظيم او استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، او الاستغفار بصيغة سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكثرة الاستغفار سببا للسرور وأنت ترى صحيفتك يوم القيامة، فمن أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. والنهاردة عندي قصتين عن الاستغفار، قصة عن تجربتي الشخصية مع الاستغفار وقصة لأحد الشيوخ الداعية خالد السلطان. القصة الأولى وهي قصتي أنا وتجربتي الشخصية عن الاستغفار. وقصتي إني لما تزوجت لم أرزق بالذرية فورا، أخذت بعد الوقت حتى رزقني الله بالذرية، وطبعا كنت باخد بالأسباب وأذهب إلى الأطباء. وقد سمعت الآية المشهورة وحفظتها عن ظهر قلب: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فداومت على الاستغفار ولم ينفك لساني قط عن الاستغفار. كنت أستغفر الله ليل نهار، حتى أنني إذا نمت بالليل يظل لساني يستغفر دون وعي مني. وخلال فترة قصيرة من الاستغفار رزقني الله بالحمل بتوأم، وكان ذلك بمثابة معجزة في ذلك الوقت. وكنت كلما قابلتني إحداهن ترغب في الحمل والإنجاب أنصحها بالاستغفار والمداومة عليه والالتزام به. القصة الثانية عن الاستغفار يخبرنا بها الداعية خالد السلطان عن موقف حدث له مع أحد الحجاج المستغفرين في أحد ليالي التشريق بأيام الحج. وكان الشيخ في ذلك الوقت يلقي كلمة عن الاستغفار يتحدث فيها عن فضل الاستغفار وأثره ويذكر الأدلة من القرآن والسنة الشريفة. وبعدما انتهى من كلمته إذا بأحد الحجاج يدعى أبو يوسف يطلب منه أن يحدثه على انفراد، وبدأ بسرد قصته مع الاستغفار. يقول أبو يوسف: لقد تزوجت لكن زوجتي تأخرت في الإنجاب، فأخذت بالأسباب وذهبت إلى الأطباء، ولم أسمع عن أي طبيب في أي مكان إلا وذهبت إليه، فسافرت إلى الكويت ورجعت عملي دون فائدة، ولكني وكلت أمري لله ووثقت به. لكن بعد فترة وأنا أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم بالسعودية سمعت القارئ يقول قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقام الشيخ بشرح الآية وقال بأن الاستغفار سبب من الأسباب في إنجاب الأطفال، فعلق هذا الكلام في ذهني. ولما عدت إلى منزلي قلت لزوجتي ما سمعته وعزمنا على أن نأخذ العلاج، وهو أن نستغفر في الليل والنهار في السر والعلانية. هل تعلم يا شيخ ما الذي حصل؟ بفضل الله ورحمته حملت زوجتي في نفس الشهر، ورزقنا الله بيوسف والحمد لله. رد الشيخ قائلا: ما شاء الله، صدق الله وهو أصدق القائلين، والله لا يخلف وعده، ومن أصدق من الله قيلا. أبو يوسف: إلى الآن يا شيخ لم تنتهي قصتي. فلما انتهت زوجتي من النفاس قلت لها لنستغفر مرة أخرى، فاستغفرنا ورزقنا الله بالحمل في مدة قصيرة، ورزقني الله بولد آخر. فقلت لزوجتي لنستغفر حتى يرزقنا الله بالثالث، فاستغفرنا ورزقنا الله بالثالث. فلما انتهت زوجتي من النفاس قالت: يا أبو يوسف توقف عن الاستغفار بنية الأولاد حتى يكبروا، بعدها نستغفر بنية الأولاد. ولما كبر الأولاد قليلا قلت لها: الآن نستغفر لنرزق ببنت جميلة، لدينا 3 أولاد ويرزقنا الله ببنت جميلة. فاستغفرنا بنية أن يرزقنا الله ببنت جميلة. فتوقف أبو يوسف عن الكلام، فقال الشيخ: وهل رزقك الله بالبنت؟ فرد أبو يوسف:
أبشرك فأنا جئت إلى الحج وتركت زوجتي في فترة نفاسها ومعها ابنتنا الجديدة. القصة عجبتني جدا لما قرأتها، وحبيت أنقلها لأي حد نفسه في ذرية أو نفسه في رزق من عند الله. ما عليك إلا أن تلزم الاستغفار. استغفر من قلبك واستشعرها. أستغفر الله. ستجد في الأمر راحة ويرزقك الله ما تشاء، ويمحو الله الذنوب من صحيفتك ويملأها بالاستغفار. في النهاية أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأسأل الله العظيم أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فضلا وليس أمرا ادعمونا باشتراككم في القناة وتفعيل الجرس، وسيبولي التعليق بالصلاة على سيدكم وسيدي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.